البنت الصغيرة كانت طيبة، وادت راجل فقير رغيف عيش، فالفقير رد الجميل وداها فرشة رسم وقال لها إنها ممكن تغير حياتها. ماري جريت تحكي لأبوها، لكن لما لفت تبص وراها الراجل كان اختفى من غير أي أثر. في الأول لا الأب ولا البنت خدوا الموضوع بجد، لكن لما ماري بدأت ترسم الفرشة فجأة اتحولت لألوان مية، ولما شافت إن محدش بيشتري من فرشة أبوها رسمت صورة للناس متجمعة حواليها. أبوها كان لسه قلقان، وفجأة الناس بدأت تيجي وتشتري واحد ورا التاني. ماري لاحظت إن أبوها مرهق من كتر الزحمة، ففهمت إن الفرشة ليها قوة غريبة، فرسمت صورة تانية بتبين أبوها الفقير على إنه الابن الضايع لأغنى راجل. وبعد شوية عربية فخمة وقفت قدام الفرشة، ورجل أعمال كبير جري وقال له: يا بابا، أخيراً لقيتك. الأب اتصدم لأنه كان تايه عن أهله من وهو صغير. رجل الأعمال قال إنه ساب مراته وابنه زمان، ومن ساعتها وهو بيدور عليهم، وطلع صندوق فيه أملاك ضخمة، عقود، مفاتيح عربيات فخمة، وكارت أسود رصيده كبير. الأب افتكر إن الموضوع نصب، بس شكل الكارت كان مقنع جداً. فجأة لاحظ إن في ناس بتصور، فافتكر إن ده برنامج تلفزيوني وتصوير شارع، وسأل رجل الأعمال. الأخير اعترف إن ده برنامج فعلاً، والكلام ده رجع الأب للواقع. بعد كده ركب معاه العربية الفخمة. رجل الأعمال كان فرحان إن ابنه مش زعلان منه، وهو كان ناوي يقول له إنه حول له مبلغ ضخم. الأب افتكر إن التمثيل هيكسبه شوية فلوس، وقال إنه مستعد يعمل أي حاجة طالما مفيش مخالفة. الاتنين كانوا فاهمين بعض غلط. في الوقت ده ماري فكرت إن أبوها بقاله مكانة، بس لسه محتاج فرسمت واحدة. وبعدها وصلوا لقصر رجل الأعمال، وكانت ست جميلة مستنياهم واشتغلت مساعدة لأبوها. ورجل الأعمال سلم ابنه إدارة شركة من شركاته. الأب اتصدم لأنها نفس الشركة اللي طردته من أيام، ولما افتكر إن صاحبته السابقة شغالة هناك قرر يستغل الفرصة ويديهم درس ما يتنسيش.